مساء النور. خبر هز الرأي العام المصري والعربي اليوم، وتناقلته وسائل الإعلام المصرية والدولية. الخبر هذايا هو مقتل حفيد نوال الدجوي أو الدجوي. من هي نوال الدجوي؟ وعلاش الخبر هذايا كان محل اهتمام الجميع في الداخل المصري وخارج مصر؟ هذا اللي باش نكتشفوه اليوم مع بعضنا في الحلقة هذه، واللي مش نقدموا فيها الأسرار، كذلك مش نطرحوا فيها بعض الأسئلة ونستخلصوا بعض الخلاصات. الجهات الأمنية في الجيزة وصلها اليوم بلاغ مفاجئ أن هناك جثة لشاب في العشرينات موجودة في البيت متاعه، الشقة متاعه في 6 أكتوبر، وأنه ميت، وتم الإعلان على ذلك من قبل الحارس متاع العمارة. كانت هناك أبحاث أولية أكدت أنه لا وجود لمظاهر عنف أو سرقة، وهناك تساؤلات: هل أنه هو عملية انتحار؟ هل هي جريمة عادية؟ هل هي جريمة مدبرة؟ وتحركت الوحدات الأمنية وقامت بنقل الجثة إلى الطبيب الشرعي، وسيتم تحديد أسباب الوفاة. الشاب هذا هو حفيد كما قلنا السيدة نوال القدوي، واللي برشا ناس حكيت عليها في المدة الأخيرة، واللي من الطبيعي جدا أنه نعرفه بها. نوال القدوي هي مواطنة مصرية ولدت في القاهرة من عائلة كانت تهتم بالثقافة وبالتعليم. بوها اللي هو عثمان صالح القدوي كان أستاذ فلسفة وعلم نفس، وكان مدير لمدرسة فؤاد الأول ووكيل أول لوزارة المعارف في ذلك الوقت. تأثرت نوال بشخصية والدها اللي غرس فيها قيم التفكير والطموح. بعد مدة وبعد ما أخذت الليسانس في الآداب، قامت السيدة نوال القدوي وكانت هي أول من فكرت ونفذت مشروع مدرسة لغات مصرية خاصة في القاهرة عام 58، وكان ذلك وسط منافسة شديدة من قبل المدارس الأجنبية. يعني كانت السيدة نوال القدوي هي رائدة في مجال تعليم اللغات في مصر على مستوى المدارس الخاصة. ترأست مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، واللي هي قامت بتكوينها وإنشائها، وقامت بشراكة مع العديد من الجامعات البريطانية، وأصبحت تقدم درجة الأستاذية وتعطي الإكيفالونس في مع أكبر الجامعات البريطانية مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وخذت الجامعة هذه صيت كبير. معروفة السيدة نوال القدوي هذه بماما نوال، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2019 كواحدة من النماذج النسائية المشرفة لمصر. عام 58 وقت اللي أسست السيدة نوال القدوي أول مدرسة لغات مصرية خاصة في القاهرة، كان عمرها في ذلك الوقت 21 سنة، وكانت خطوة رائدة كما قلنا أمام هيمنة المدارس الأجنبية على التعليم الخاص. والإمبراطورية هذه اللي كونتها بطبيعة الحال كانت بمساعدة زوجها، وكذلك اللي هو كان في سلك الأمن ورجل دولة معروف، وبعد التحقوا بها أبنائها، إلا أني معناها فقدت ابنها اللي هو دكتور في أمراض القلب، وبنتها اللي كانت معها في فترة بضع سنوات معناها، ولم يبقى لها إلا أحفادها. وهذاك علاش كانت هناك العديد من نقاط الاستفهام حول الجريمة هذه في علاقة بما حصل للسيدة نوال القدوي في الأيام الأخيرة بعد إعلانها على أنه دارها تعرضت إلى السرقة. وأي سرقة كانت؟ سنكشف عن تفاصيل ذلك وعلاقته بما حدث لحفيدها اللي لقاوه مقتول في الشقة متاعه في مدينة
6 أكتوبر. بطبيعة الحال وكما قلنا الفاجعة هذه ما جاتش من عدم، والتقارير الإخبارية اللي فاتت في الأيام الأخيرة تقول أنه فما خلافات عائلية كبيرة بخصوص الميراث داخل عائلة الدقوي. والسيدة نوال الدقوي كانت قدمت منذ 4 أيام التالي بأني تعرضت إلى السرقة من دارها، والسرقة هذه كانت في شكل أموال كبيرة، كمية كبيرة من الذهب تقريبا 3 كيلو، وأكدت بأن هناك خلافات عائلية معقدة في علاقة بالميراث وفي علاقة بتقسيم التركة. الشارع المصري والإعلام قعد في حالة ترقب وينتظر ماذا ستكشف عنه الأبحاث في عملية السرقة هذه، واللي هي سرقة هزت الرأي العام نظرا لضخامة الأموال. وأنا على الشاشة نقدم لكم في بعض الأرقام حول الفلوس اللي لقاوها سواء بالعملة الأجنبية، وهناك كمية من الذهب. السرقة هذه لم تكن عادية باعتبار ضخامة الأموال وكذلك كمية الذهب اللي لقاوها، وتخلق حتى جدل داخل الرأي العام المصري حول كيفاش كمية كبيرة، أنا كنز علي بابا كما هذا موجود داخل شقة. السيدة نوال القدوي قالت في التحقيقات بأنه هذاك ميراث العائلة، ولكن كان هناك خلافات كبيرة، وهي تقدمت بشكاوى ضد حتى أحفادها، وأحفادها شاكين بها، واتهمت مباشرة السيد أحمد القدوي اللي هو حفيدها، واللي اليوم لقاوه مقتول في الشقة متاعه. هذاك علاش فما العديد من التساؤلات، هذاك علاش فما علاقة وارتباط بين ما تم وما حدث في الأيام الأخيرة من سرقة لذلك الكنز الكبير الموجود في منزل السيدة نوال القدوي ومقتل حفيدها اليوم. فما اللي يقول بأنه فما شكون حب يسرق الأموال هذه باعتبار أنه هو لربما تكون موجودة في الشقة متاعه، ولكن ما فماش آثار متاع عنف أو سرقة، ربما ما لقاوش الأموال هذه. هناك من يقول بأنه تصفية حسابات بين الأحفاد والعديد من الإشاعات، ولكن في الأيام القادمة سيتم الكشف على هذه الجريمة اللي هي جريمة تمس بعائلة كبيرة في مصر، عائلة عندها شأن كبير في مجال التعليم، عائلة ساهمت كذلك في إنشاء العديد من المدارس، وبرشا ناس يقرأوا عندها، وبرشا معناها أجيال تخرجت من مدارس العائلة هذه. ولكن اليوم الخلافات حول المال تنخر هذه العائلة، مما أدى إلى هذه الجرائم. وذاك علاش احنا نقولوا كما الفقر ينجم يوصل بعض الأشخاص إلى أنهم يدخلوا في متاهات القتل والجريمة وغيره، كما حتى كثرة الأموال نجم توصلنا إلى نفس النتيجة. الأيام القادمة ستكشف حقيقة ما حدث، نحن نتابع مع بعضنا، وأنا متأكد بأن هذه القضية سيكون لها العديد من الأسرار التي ستكشف قريبا، وسنكشفها مع بعضنا في الأيام القادمة من خلال حلقات حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى. متابعة طيبة للجميع. شكرا على الاهتمام، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.